الا عندك فلفله حلوه وبغيتي توجدي اله الطبق اللي كلشي تيحماق عليه هي الفلفله معمره بطريقه سهله وتجيك معلكه ولذيذه. الكميه ديال نص كيلو ديال الفلفله، درت هنايا 200 غرام ديال الكفته ديال البقري، 5 المعالق ديال الروز مغسولين غير روز عادي، بصله صغيره محكوكه، قزبر ومعدنوس وربيع، ونص معلقه ديال مطيشه الحك، وتندير الملحه، السكينجبير، الخرقوم، فلفل اسود والبابريكا، شويه زيت بلديه، وكنجمع العناصر جيدا ديال الحشوه ديال الفلفله. طبعا الفلفله غتكون عندي غنكون غاسلاها مزيان ومحيده لها الزريعه ديالها ومخليه داك الطربوش ديالها. ممكن تستعملوا حتى الفلفله خضراء ما كاينش مشكل، غير هذه تتجي زوينه في الشكل. كنبدا نعمر مزيان وتنتكي في الجوانب ديال دوك الفراغات الفلفله، ونحاول ما نعمرش حتى الفوق باش نخلي مساحه باش ينتفخ هذاك الروز، لان الحشوه فيها روز. كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل. كما قلت لكم الكميه راه ديال نص كيلو ديال الفلفله، ممكن نتوما تضاعفوا المقادير. كنرجع لها داك الطربوش ديالها بحال هكا وكنتكيها بفرشيطه او اي حاجه باش نضمن هذيك لاصوص تدخل في الفلفله باش تجي بنينه وما تجيش ناشفه. كيما كنبقى مستمره تنكمل الفلفلات كاملين. في طنجره درت انا مطيشه دواور لان كانت عندي في المجمد، ممكن نتوما تقطعوها. مطيشه الحك تقريبا معلقه كبيره، شويه القزبر معدنوس والثومه، بصله محكوكه، وكنضيف نفس التوابل اللي عملتهم في الحشوه كاملين. كندير الزيت بلديه وزيت عاديه، كنحطها فوق البوطه حتى كتنزل واحد شويه، وكنستف هذوك الفلفلات بالشكل هكا واقفين. ممكن تستعمل الكوكوط، انا نستعمل كاملين، عندي الكميه قليله. كنبقى مستمره ودابا كندير البوطه مهيله ونخليها طيب على خضره. خدات مني 20 دقيقه دغيا كتوجد وكتجي الحشوه ديالها ما شاء الله معلكه ولذيذه بزاف. ممكن تستعملوا بلاصه الكفته ديال البقري ممكن تستعملوا كفته ديال الحوت، هي كتجي فيها لذيذه. ما تنسونيش من لايك ومتابعه، نتلاقاو فيديو قادم باذن الله.